هل تعلم أن اللحم في منغوليا أرخص من السبانخ؟ نعم، والسبب بسيط جدا. في هذا البلد عدد رؤوس الماشية يفوق عدد السكان بعدة مرات، فهناك ملايين الخراف والماعز والخيول والياكر ترعى الأعشاب الطبيعية طوال السنة. لذلك يصبح اللحم وفيرا في الأسواق، لدرجة أن شراء قطعة لحم طازجة قد يكون أرخص من شراء بعض الخضروات. وعندما يدخل المنغولي السوق الأسبوعي ستجد الجزارين يعلقون قطع اللحم الحمراء الكبيرة المليئة بالدهن الأبيض الذي يلمع تحت الشمس. هذا الدهن ليس مجرد طعم لذيذ، بل هو مصدر طاقة مهم يساعد الناس على تحمل الشتاء القاسي والبرد الشديد. في كثير من البيوت يبدأ اليوم بوجبة بسيطة لكنها دسمة: قطع لحم مسلوقة أو مشوية، وأحيانا مرق ساخن مليء بالدهون الطبيعية. ومع أول قضمة يذوب اللحم في الفم مثل الزبدة، ويملأ المكان برائحة شهية تجعل أي جائع يتمنى الجلوس معهم حول المائدة. لهذا يقول بعض المنغوليين مازحين: في بلادنا قد تدفع أكثر لشراء الخضروات، لكن قطعة لحم ساخنة دائما في متناول اليد.